السلام عليكم ورحمة الله. أحبتي الكرام، العجب العجاب، خرجت مجموعة تقول: لماذا تنتقدون إيصال المساعدات للنظام السوري؟ نسى هؤلاء المجاعات التي حصلت في سوريا بسبب النظام، كان يحاصر المدن ويموت الناس من الجوع. كم من سوري مات من الجوع؟ الآن آلاف المعتقلين، مئات الآلاف، لربما مليون معتقل سوري لدى هذا النظام. النساء اغتصبت، ينحرون الأطفال، كانوا يدفنون الأحياء. يقول له: قل لا إله إلا بشار، لا إله إلا الله تعالى الله علوا كبيرا. يدفنون الناس وهم أحياء. هذا النظام يستأمن على أموال المسلمين. أنا أخاطب من ينتقدون اعتراض الناس على تقديم المساعدات للنظام السوري. كيف يمسح الماضي؟ هل هي ذاكرة ذباب؟ هل نسيتم المجاعات مضايا ودارية؟ أتذكر هذا الفيديو لا زال يعني صدى الصوت في ذاكرتي والله. دارية، الله أكبر، والبراميل المتفجرة من الطائرات على رؤوس الأطفال. الآن تقولون والله هذا يستأمن النظام. حتى الذي خرج يتكلم عن المساعدات من بين المسالخ والمعتقلات، والله أشكال مخابرات، مجرمين، وناس مجرمين بمعنى الكلمة. كيف أنتم تغضبون والله بسبب انتقاد إيصال المساعدات لهم؟ هذا النظام يحاصر الشمال السوري، يحاصر هذه المدن المنكوبة. كيف سيصل؟ لربما يصل بالطائرات، بالبراميل المتفجرة على رؤوس هؤلاء المساكين. اتقوا الله يا جماعة، أقسم بالله الذي لا إله غيره، ينتظركم قبر. ستدخل القبر وستسأل عن مناصرة هذا النظام بأي صورة من الصور، ومن قاموا بتعزية هذا النظام. الأيام دور.